السلام عليكم، صباح الخير. جيتكم اليوم بوصفة جديدة واللي هي وصفة تقليدية. نورمالمون يديروها في كامل الجزائر وكامل تعرفوها، اللي هي البركوكس ولا المردود. كل منطقة وش يقولوا له. ووصفتنا لليوم جات طيب فيها ماما الشاطرة يعطيها الصحة، ماشي أنا، بطريقة تقليدية. أكلتنا التقليدية. كما راكم تشوفوا عندنا زلافة تاع بركوكس. هاد البركوكس يكون مخدوم بالأعشاب، كما يقولوا لها قالت لي في ورقلة يقولوا لها المرورة. عندنا زلافة تاع بركوكس، عندنا لحم رأس الخروف. وهذا اختياري، يعني كاين اللي يحب يديرو اللي ما يديروش نورمال. عندنا زوج مغارف ملح، عندنا حبة بصل مرابية، عندنا فلفل يابس. كل التوابل عندنا عكري، راس الحانوت، فلفلة كحلة مرحية، زنجبيل وكركم. وهنايا عندنا شوية حمص، شوية فول وعدس ثاني، هذا اختياري يعني. هنا ماما كانت بدات شعلت النار وحطت الطاجين وخلاتو يسخن مليح، ومن بعد حطينا فوقه حوالي ملعقتين زيت وبصل مرحي، حبة البصل والفلفل. وهنا بعد لا تقللنا البصل رحنا حطينا زوج مغارف نتاع طماطم مصبرة وحبة ثوم. حبة ثوم ما تكونش مرحية يعني نورمال. وهنا بعد لا تقللنا هذاك الطماطم مع البصل والفلفل، حطينا هذاك اللحم تاع راس الخروف وخليناهم يتقلوا مليح. وما نحكي لكمش على الجو الجميل. دائما بالجمعة سبحان الله يكون الجو جدا مريح وهادئ، يعني ما شاء الله. ومن بعد جابت ماما المهرس هذا تاع الخشب، وهرسنا ولا طحنا هادوك الفلافل مع الثوم وهادوك التوابل مع بعض. شغل قلت لكم اليوم وصفة تقليدية بامتياز. بطريقة تقليدية كذلك. درنا لها شوية زيت، حوالي ملعقة تاع زيت، ونرحوه مع بعض. شغل درسة هذه نقولوا لها حنايا ولا الدواء. المهم بعد لا كنا رحيناها حطينا نصف ملعقة يعني تتقلى معاهم، والنصف الاخر نخلوه حتى الاخير. وحطينا الحمص والفول والعدس تاعنا وقليناهم مليح 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 مع بعض باش ياخذوا كامل هذيك النكهة. وفي الخطوة ما قبل الأخيرة حطينا الملح، يعني الملح يكون على حسب الذوق. ومرقناها حوالي لتر نتاع ماء. وتنجموا هاد المردود ما ديروش في الطاجين، تنجموا ديروه في الصفارة نورمال يعني. كما قلت لكم ماما حبيبتي حبت ديروه لكم بطريقة تقليدية أكيد. هنا ماما كانت تحكي يعني انه خلو حتى يطيب هذاك اللحم، ومن بعد نلوحو هذاك نرميو هذاك البركوك. وهنا كنا رمينا البركوكس برك راحت لي اللقطة. المهم هنا كي طاب البركوكس رحنا رمينا هذاك الفلفل والتوابل اللي كنا خليناهم باش يعطوا نكهة يعني هم. واللقطة الأسطورية. هاد اللقطة عند كامل الأمهات الجزائريات، ما لازم ما تخلي في الطفسي والو. ربي يحفظهم إن شاء الله. المهم خلوهم يطيبوا شوية ولا ياخدوا النكهة، يعني يزيدوا النكهة. ايه وهنا كان وجد معنا البرقوقس تاعنا البنين، يعطيها الصحة ماما.
طيبتهن بطريقة تقليدية. نتمنى تجربوه باسكو بنين بزاف، وانا صراحة ما ناكلش هاد البرقوقس، يعني قبل ما كنتش ناكلو، يعني غير من عند ماما ونقول لهم برقوقس ماما ولا ما كانش. المهم نتمنى تجربوا هاد الوصفة وتعطوني رأيكم في التعليقات، وما تنسوش حبيباتي الاشتراك وتشجيعي بالجام. المهم ماما كانت كملتها بالحليب والكعبوش. المهم قلت لكم اليوم دارت لكم قاعدة تقليدية اكزاكت يعني. ونعطينا المرام الذوق. مرام هي المجربة الرئيسية للأطباق تاعي، وراح تعطيكم رأيها بكل شفافية وصراحة. ايه، وانا حبيت انا نجرب الطبق تاعنا وكان بزاف بنين. كيما قلت لكم غير جربوه وما راحش تندموا. يعطيها الصحة ماما، وربي يحفظ لكم امهاتكم ويرحم جميع الامهات ان شاء الله. المهم حبيباتي ما تنسوش الضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد.